هفطرهم كشري. تعالوا اقول لكم عملت ايه بالترتيب. اول حاجه كده عملتها سلقت الحمص، وبعد الحمص حمرت البصل عشان اخد الزيت بتاعه واكمل بيه باقي الوصفه. بصوا البصل يا جماعه مقرمش ازاي، سامعين الصوت؟ بنفس الطريقه اللي انا عملتها معاكم هتلاقوا الفيديو في القناه يا جماعه. الطريقه دي معتمداها في البصل المقرمش من غير نشا، من غير دقيق، من غير اي حاجه خالص، يطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده. خدت من زيت بقى وعملت الصلصه بتاعتي، هي لسه على النار اهي بتستوي. وكمان عملت الدقه. حاسه ان انا اشطر كتكوت يا جماعه بجد، يعني انا خلصت كل ده قبل العصر كده، مفاضلش معايا غير الشطه، وهستنى لما الصلصه تستوي عشان اعمل منها الشطه. والكشري نفسه طبعا بنعمل كشري الحله الواحده، عملناه مع بعض قبل كده، هنعمله مع بعض المره دي وتشوفوه. خليكم معايا وكملوا الفيديو للاخر. خلصت اول حله كشري، هسقيها بالميه وخلاص على كده. بالنسبه للميه بحط قد ايه، فانا عن نفسي بتعامل كاني بسوي رز، وبيطلع كل حاجه مستويه وتحفه. وقررت اعمل معاكم الحله التانية. اول حاجه هعملها ان انا هحمر الشعريه. نزلت بالرز وهقلبهم شويه حلوين مع بعض. حطيت العدس وبديله تقليبه. هنزل بقى بالمكرونه دلوقتي، وضفت الاسباجيتي وهقلب واحط الملح والميه. تمام، انا حطيت لها الملح والميه وبغطيها عشان تستوي. عملت الشطه، شطه زيت الكشري بعد ما استوى، ومفلفل يا جماعه وتحفه. ثواني اهو، اهو اهو يا جماعه. تمام، انا هنا كده بقى هنهي معاكم الفيديو. احنا رصيناه قبل كده كتير مع بعض، ف هننهي الفيديو هنا، واقول لكم مع السلامة. وما تنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض ان شاء الله، ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.